السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا صباح الجمال، يا صباح التفاؤل، يا صباح الأمل، يا صباح الطاقة الإيجابية، يا صباح الرضا، يا صباح كل حاجة حلوة على العيون كل زي العسل. النهاردة بقى يوم جديد وفيديو جديد. بس قبل ما نشوف الفيديو بتاعنا، يا ريت لو انت أول مرة تتفرج عليا وأول مرة تشوفيني انزلي اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وحشتوني 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 100 مرة وحشتوني. أنا عارفة إن أنا اتأخرت عليكم، بس إيه غصب عني، فسامحوني. وكمان سامحوني كمان مرة لأن بصراحة الفيديو النهاردة طويل، عايزاكم كلكم تتفرجوا على الفيديو عشان هيفيدكم كتير وهتستفيدوا منه. ايه الأطفال بتحب الحاجات الحلوة، العسل، الحاجات النظيفة اللي معمولة في البيت، بعيدا عن الحاجات اللي بتكون فيها مواد حافظة. للناس اللي ما تعرفش يعني ايه مواد حافظة، مواد حافظة دي بيحطوها سواء لأي حاجة حلوة، سواء للشيبس، سواء لأي حاجة بيبيعوها، لأن بتفضل وقت ممكن وممكن تقعد أكتر كمان من سنة. فالحاجة اللي هم بيحطوها دي مادة حافظة اللي هي تقعد معاهم أطول وقت ممكن. لكن الحاجات دي احنا ما بنحطش لها مواد حافظة، لأن الحاجات دي حاجات طبيعية وحاجات كمان ايه مضمونة. النهاردة بقى الفيديو بتاعنا خصوصا للأطفال وعشاق الحاجات الحلوة، وكمان مش أطفال بس، لا والكبار كمان بيحبوه. ايه هي يا أم جانا؟ وهتعملنا ايه النهاردة؟ هنعمل مع بعض النهاردة الجيلاكولا، وهنعمل كمان ايه المارشميلو. بصراحة أنا ما حبيتش أعمل الجيلاكولا في فيديو والمارشميلو في فيديو، قلت ايه انا هدمجهم ببعض واعملهم فيديو ايه واحد بالمره. تمام. اول حاجه كده، اهم حاجه ما تجريش الفيديو، ما تسرعش الفيديو، اتفرج على كل حته في الفيديو، لان كل حته لها معلومه وكل حته لها تكايه، عشان ما تقعيش في اي مشكله ما تيجي تحضري ايه الوصفه. تمام. اول حاجه عشان اعمل الجلاكولا لازم يكون عندي حاجه ساقعه. تمام. اكيد ممكن يكون عندك حاجه ساقعه، بس مش هينفع تشتغلي بيها الا لما يكون الصودا متشاله من الحاجه الساقعه. ازاي؟ يعني انت مثلا لو عندك حاجه ساقعه وشربتيها وفي شويه، افتحي الغطا مثلا وسيبها على الرخامه. لو انت مثلا مستعجله قوي قوي ممكن ترجيها لحد ما الصودا بتاعتها تروح. طب في ناس بتقول لي مثلا، طب انا هعرف ازاي ان الصودا راحت؟ الصودا لما تيجي تشربها هتحس ان انت بتشرب ميه بسكر ما فيهاش صودا، بقك مش مثلا مش هتحس بلسعه ايه جوه بقك. تمام. يلا بينا بقى عشان نخش على الفيديو. عشان ايه كده الكلام خدنا ونسيت اقول لكم عملت ايه في اول فيديو. اول حاجه عندي ربع كوبايه من الحاجه السائله اللي احنا شايلين منها الصودا، وحطينا كمان معلقتين من معلقتين من الجيلاتين. الجيلاتين ده بتجيبيه من عند العطار. الشويه اللي انت شفتهم دول انا جبتهم ب5 جنيه، خدت منهم معلقتين وقلبتهم في ربع كوبايه من الحاجه الساقعه وركنتهم على جنب. رحنا بقى كده على البوتاجاز، حطيت نص كوبايه من الحاجه الساقعه اللي احنا شايلين منها الصودا خالص، وبعد كده نزلت بمعلقه من عسل الكلوكوز. وهقول لك كمان لو ما عندكيش عسل كلوكوز تعملي كمان، لو ما عندكيش عسل كلوكوز تعملي ايه. تمام. حطينا العسل الكلوكوز وحطينا كمان معلقه كبيره من السكر. لا بس اهم حاجه حطي كمان معلقتين، يعني حطي 3 معالق من السكر، لان بصراحه كان دلع شويه وكان عايز ايه شويه سكر. تمام. بعد كده ما عندي الحاجه الساقعه غليت معايا والسكر داب وكمان العسل الكلوكوز داب. عندي بقى الجيلاتين اللي احنا دوبناهم مع بعض وجمد معايا وبقى قطعه واحده زي ما انتم شايفين كده. هنبتدي نجيب بالمعلقه ونبتدي ان احنا ننزل ايه الجيلاتين، ونبتدي بقى نقلب لحد ما الجيلاتين خالص يسيح ويدوب معايا. هنعمل ايه بقى واحنا بنقلب كده لحد ما يغلي خالص؟ لازم يغلي، لان لو ما غليش وجيت حطيتيه في القوالب مش هيمسك معاك. لازم يغلي. هتشوفي دلوقتي الغلو بتاعه زي ما انتم شايفين كده. ولو لقيت عمل وش يبقى انت كده ماشيه صح، وان شاء الله ينجح معاكي من اول مره. خلاص غلي معايا وبقى تمام. هنعمل ايه بقى؟ عندي بقى كده القوالب او 3 قوالب مختلفه. اول حاجه كده عندي شكل عصفوره، وعندي كمان شكل مثلا اللي هي اللي مش عارفه بصراحه الاشكال دي. انتوا بصوا خلي بالكم من الاشكال دي وانتوا هتعرفوها لوحدكم. وعندي كمان من ورق الشجر، وعندي كمان على شكل شراب. وكمان عندي بقى اللي هي البني اللي انتوا شايفينه ده، دي كان بقى لها سنتين عندي بصراحه، وكنت جايباها للشوكولاته وما عملتش بيها حاجه. تمام. القوالب دي بقى جايه كده من غير اي حاجه، فاكيد يعني مش هينفع ان انا اصب كده بالحله او بالكسرولة، يعني الحاجات دي. قمت رايحه الصيدليه وجبت ايه سرنجة دواء وشطفتها كده. وبعد كده بدات ان انا اخد كده بالسرنجه امليها، وبعد كده اصب في ايه في القوالب. مثلا مش فاضيه او مش او مثلا مش لسه هتنزلي تجيبي سرنجة دواء، ممكن تجيبي شفشق لبوزه وابتدي ان انت حطي فيه الاخرام، في الاخرام بتاع القوالب. تمام. وهقول لك كمان بقى إيه لو ما عندكيش العسل الكلوكوز ممكن تعملي ايه. لو عندك السيرب التقيل بتاع
كنافه مثلا فايض معاكي صفيه واستخدميه، خدي منه معلقه. لو كمان مش متوفر عندك ولا عسل الجلوكوز ولا كمان السيرب، ممكن لو عندك عسل نحل ابيض ممكن تاخدوا منه معلقه كبيره. تمام. خلصت بقى القوالب زي ما انتم شايفين كده، هنركنها بقى كده، ندخلها التلاجة ونسيبها لحد ايه ما تتماسك زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه يعني لما تجيبوا حاجه مثلا سرنجه، هاتوها سرنجه كويسه، لان بصراحه السرنجه دي ما كانتش حلوه، كانت بتوقع زي ما انتم شايفين في قلب القوالب. جينا بقى كده الكينج بتاعنا لعشاق كده ايه، المارشميلو. حاجه كده ايه بتدوب في البق، حاجه كده نظيفه، حاجه كده ما فيهاش مواد حافظه، حاجه كده يعني تاكلي ولادك وانتي ضامنه، حتى لو كلوا خمسه سته كده وانت قاعده ما تقلقيش عليهم. تمام. اول حاجه عندي بقى ايه في المارشميلو، اول حاجه عندي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عندي سكر بودره. تمام. يعني ايه عندي سكر بودره؟ عندي كوبايتين من السكر البودره، وعندي كمان كوبايه من الميه، وعندي كمان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد معلقتين كبار من الجيلاتين. الجيلاتين ده هو بصراحه عندي كل حاجه متوفره، الجيلاتين بس اللي رحت اشتريته من عند العطار. انا اشتريت يعني ايه، اشتريت ب5 جنيه، ورجعت بصراحه كمان اشتريت ب5 جنيه. خدت ب5 للجيليكولا، وخدت كمان ب5 ايه للمارشميلو، يعني 10 جنيه بس ايه هي اللي هتصرفيها. كوبايه من الميه وعليها معلقتين من الجيلاتين، وقلبتهم مع بعض نفس اللي احنا عملناه في الجيليكولا، وركنهم على ايه على جنب. حطينا كده كوبايتين من السكر البودره. احسن حاجه تستخدميها استخدمي سكر بودره، لان انت لو استخدمت سكر حبيبات هتلاقي باين اصلا وانت بتاكلي سنانك اصلا بتخرفش، اعرفي ان السكر ما دابش كويس، فالاحسن اعملي سكر بودره. وكمان عندنا معلقه كبيره من عسل الجلوكوز زي ما انتم شايفين كده، ولو ما عندكيش قلنا السيرب او كمان عسل النحل. قلبتهم كده مع بعض على البارد، وبعد كده رحنا فين بقى ونزلنا عليهم كمان ايه، نسيت اقول لكم، ونزلنا عليهم ايه بنص كوبايه من الميه. يعني حطينا في الكسرولة السكر وعسل الجلوكوز ونص كوبايه من الميه، وقلبناهم مع بعض زي ما انتم شايفين كده. بس اهم حاجه النار تكون هاديه علشان ما تحرق لناش السكر، وانت كمان بتقلبي قلبي وانت في النص كده، لان لو السكر جه في الجناب بتاع الحله او الكسرولة هتحجر معاكي، وكده الوصفه باظت وارميها والحمد لله. تمام. هنا بقى كده بعد ما غلي معايا، حبيت ان انا اعمل تيست دي ازاي. اول حاجه كده قمت حاطه كده ربع كوبايه من الميه في الطبق، وبدات ان انا اعمل كده بصبعي. لو لقيت السكر كده اتشكل معايا يبقى كده اطفي النار. لو انت جيت عملتي المرحله دي وما عملش معاكي كوره، شكلش معاكي او ما عملش معاكي قطعه من السكر، يبقى لسه عايز تحط على النار ايه شويه. هنا بقى كده جبت اللي هو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الجيلاتين. بعد ما جبت معانا اديته كده تقلبه كده في العجان. لو عندك مضرب كهربائي هيكون كويس جدا، برضه هيعمل نفس اللي العجان بيعمله. بس لو ما عندكيش ولا مضرب كهربائي ولا كمان عجان مش هينفع الخطوه دي، لان عايز اكتر من 10 دقايق ضرب مستمر. تمام. في على طول بقى ابتدي ان انت انزلي الخليط اللي احنا عملناه اللي هو السكر، تنزلي هو سخن مولع على الجيلاتين، واحنا بنضربه كده مع بعض الاول كده على اول سرعه، وبعد كده هنبتدي ايه على السرعه التانيه. تمام. عندي بقى كده فانيليا اللي هي في الازازه اللي انتم شايفينها دي نوع كويس جدا من الفانيليا، بلاش الفانيليا اللي احنا كنا عارفينها اللي هي زمان دي اللي هي في الازاز البيضه دي اللي هي صغيره. اولا بتغير طعم المعجنات، وثانيا كمان بتغير طعم الحلويات. النوع ده كويس وانا جربته وكمان مضمون. تمام. لو ما عندكيش الفانيليا السائله ممكن تحطي فانيليا بودر. في الوقت ده فضل يتخلط معايا زي ما انتم شايفين كده، وبدا يعمل زي الكريمه. وشايفين بقى وانا برفع كده العجان او المضرب لقيته بينزل كده سرسوب على طول، لا لسه عايز شويه، انا عايزه قوام يكون في نفس الوقت يكون تقيل، وفي نفس الوقت اللي هو ينزل معايا اما اجي انزله بالمعلقه ينزل معايا بكل سهوله. عندك صينيه صغيره، صينيه مدوره، صينيه مستطيله، الحجم اللي انت عايزاه. دي الصينيه حلوه جدا على مقاس المارشميلو، وحطيت كمان فيها ورق زبده اساسي. حط ورق زبده عشان ايه يسهل عليكي العمليه وانت بتخرجي كده ورق الزبده من المارشميلو. ودهنتها كده ماده دهنيه بشويه من الزيت بالفرشه وركنتها على جنب. هنا بقى خلاص بدأ القوام المطلوب، والمضرب كده بيتضرب معانا في زي حاجه خيوط كده بتطلع، هي كده دي النتيجه، ودي كده القوام المظبوط. تمام. شايفين بينزل معايا بتقل ازاي، ما بينزلش معايا على طول، ما بينزلش رسوب كامل، لا بينزل معايا بتقل. جبت بقى كده المعلقه وبدات انزل الزيادات بقى اللي في قلب الشبكه بتاعه المضرب، وابتدي بقى اخد نصها
تمام. خلوا بالكم بقى ايه في الوقت ده لازم تفضوه بسرعه، لان بيمسك في ثانيه وصعب يتفرد معاكي بكل سهوله. ففي الوقت ده بسرعه كده شغلي كده وخلي ايدك سريعه وانت بتفضيه. جزء ابيض حطيته في الصينيه، والجزء التاني حبيت ان انا اعمله ايه احمر لون طعام. تمام. اديته كده ضربتين لحد ما ياخد اللون كله يكون لون فاتح كده بامبي. وبعد كده جبت شويه زيت حطيتهم في الطبق ودهنت ايدي، وبدات ان انا اوزع بقى المارشميلو في قلب الصينيه. الزيت بيسهل عليا جدا جدا ان انا اوزع المارشميلو في الصينيه بكل سهوله. تمام اهو زي ما انتم شايفين كده، اوزع بطراطيف ايدي لحد كده ما اسوي الصينيه واخليها كمان شكلها حلو. لو انت مثلا مش حابه ايدك تتوسخ او بتقرفي او اي حاجه، جيبي معلقه ودهنها زيت او البسي جوانتي اللي هو الجلافز ده، وابتدي برضو وزعي بيه. لكن احنا بنعمل حاجات في بيتنا وحاجات احنا اللي هناكلها، مفيش غيرنا ايه هياكلها. تمام. بدأت بقى كده بعد ما اداني اللون البامبي الفاتح اللي انتوا شايفينه ده، بدأت ان انا اشيله بقى في قلب المضرب السلك كده بايدي، وايدي فيها زيت عشان ايه ينزل معايا كله. تمام. انا بصراحه مش عايزه اي حاجه في قلب الحله بتاع العجال، لان كل حاجه خساره وكل حاجه غاليه دلوقتي، فعلى قد ما نقدر نهدر في الحاجه زي ما انتوا عارفين ايه ان الحاجه غاليه. بدات ابل ايدي وبدات ان انا اوزع برده كده البامبي كده في قلب الصينيه، ولحد كده ايه ما اظبطه بقى واخلي الوش كده ناعم وشكله حلو. وعايزه اقول لك كمان لو انت مش حباه مثلا يكون احمر او بامبي، ممكن تعمله كله ابيض. حباه يكون كله ابيض، ممكن قبل ما تفضي الكميه كلها في قلب الصينيه ممكن تخليه كله احمر عادي، فاللي انت عايزاه. بس انا بعمل حاجه اللي البيت تكون حاجه يعني ايه كأنك شاريها كمان ايه من بره. تمام. وعايزه اقول لك كمان اللي طلب مني بنتي طالبه مني الجيلاكولا وطالبه كمان مني ايه المارشميلو. وانا بصراحه ما اقدرش ان انا ايه اقول لها على حاجه لا، ولازم اعمل لها الحاجه في البيت بنظافه وحب وفرح وكل حاجه. اهم حاجه عارفه انت بتاكلي عيالك ايه، وانا كمان عندي بنتي تعبانه وكده، فمش هينفع ان هي تاكل اي حاجه من بره. ودي ما يمنعش يعني هي ما تنفعش تاكل حاجه من بره احنا خلاص هنحرمها من كل حاجه، لا، احنا ممكن نعرف الطريقه بتتعمل ازاي ونعملها لبنتنا او لاولادنا، وهي ايه معموله بنظافه ومعموله باهتمام ومعموله بكل حاجه كويسه، ومعموله الحاجه وانت فرحانه ومبسوطه ومش قلقانه على اولادك هما بياكلوا ايه. هنا بقى كده الجيلاكولا بعد ما عدى عليها يوم، بدأت بقى ان انا اطلعها كده من القوالب، بتطلع معايا بكل سهولة. ودي الشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. شايفين الجمال، شايفين الحلاوة اهي يا سلام، ولا شايفين المطة؟ شايفين تحفة العسل والحلاوه دي. هنبتدي بقى كده نفضي بقى كده ايه الكميه كلها اللي في قلب القوالب. بحط صبعي كده في الجنب وبيطلع معايا بكل سهوله وبكل بساطه، ولا تخافي ولا تقلقي. وزي ما انا قلت لك لو ما عندكيش القوالب او ما عندكيش اي الاشكال اللي انت شايفاها دي، ممكن تجيبي صينيه مثلا عندك مستطيله او صينيه مدوره ما يكونش حرفها عالي، وابتدي ان انت ادهنيها زيت وابتدي فضي فيها ايه الجيلاكولا بتاعتك وسيبها تاني يوم. وابتدي ان انت تقطعها بالسكينه، او عندك مثلا قطعت الدوناتس قطعت البسكوت، هتقطع لك الشكل اللي انت حابين. ان انا مبسوطه جدا جدا من النتيجه بتاع الجيلاكولا. هو حلو جدا وطعمه جميل جدا جدا ولذيذ، بس عيبه ايه ان طلع دلع شويه. عشان كده في اول فيديو بقول لكم كتروا السكر، بلاش معلقه، حط 3 معالق عشان يكون مسكر وفي نفس الوقت يكون مظبوط. وما تقلقيش 3 معالق مش هيكون مسكر او هيكون مظبوط. تمام. دي الاشكال اللي احنا طلعناها مع بعض. شايفين بقى الجمال؟ هشده بقى، شايفين بيشد معايا ازاي؟ شايفين بقى الجمال؟ تحفة جدا جدا وبيمط معانا. كفاية الحاجات معمولة في البيت، كفاية النظافة، كفاية الجودة، كفاية ان هو معلوش كمان مواد حافظة. احنا قلنا كمان في اول فيديو مواد حافظة دي بيحطها الحاجة اللي هي بتقعد بالشهر والاتنين والتلاتة عشان تحفظ الحاجة عشان ما تبص معاهم على طول. تمام. اهي القطه بتاعت الجيلاكولا تحفه جدا، عايزه اقول لكم طعمه حلو بس ايه مش مسكر شويه. تمام. خلصنا كده بقى ايه اول حاجه في الجيلاكولا، خلصنا وظبطنا. هنيجي بقى ايه للمارشميلو، العسل كله، التحفه كله، الجمال كله. عايزه اقول لكم دي تالت مره والله العظيم اعملها، مرتين ما صورتهاش وتالت مره قلت لا ايه يلا نصورها. اول حاجه كده جبت صينيه، وجبت كمان ايه جبت عندي كده نص كوبايه من النشا، وكمان عندي كوبايه من
السكر البودره، قلبتهم كده مع بعض وحطيتهم في منخل، وبدات ان انا انخلهم كده ايه مع بعض عشان لو في حبيبات، عشان يطلع معايا كده المارشميلو ناعم وزي العسل. تمام. ليه بحط السكر وليه بحط كمان النشا؟ النشا بتخليه ان هو ايه كل قطعه تكون لوحدها، وكمان لو ما عملتش كده المارشميلو هيفضل لازق في بعضه، فده بيعمل زي عازل ان هو ما يلزقش في بعضه، يبقى كل قطعه لوحدها. بدأت بقى كده فرغتها من الصينية، ووريتكم الصينية ولا في اي حتة لازقة ولا فيها اي حاجة، كأنك غاسلة الصينية. وبدأت بقى ان انا كده اقلبها على قلب الصينية اللي فيها السكر وفيها النشا، بقى ان انا اشيل كده ورق الزبدة من عليها. اهم حاجة حطي شوية زيت عشان برضو ايه يسهل عليكي طلوعها كده ايه من المارشميلو. تمام اهو شايفين بيطلع معايا بكل سهولة، بس ايه خليكي حنينة على الحاجة، ما تتعافيش عليها عشان ما تتقطعش او تتخرم منك، سواء بتعملي في معجنات او بتعملي في فطير، او انت ما عندكوش طولة بال. لا مادام فاتحه قناه او مادام بتشتغلي في اي حاجه لازم يكون عندك طولة بال. اتشالت معايا الورقه بكل سهوله، قلبتها بقى كده على ظهرها، وبدات بقى ان انا اوزعها كده. شايفين بقى بيرقص معايا ازاي؟ اهي شايفين؟ شايفين اما اجي اتنيه كانك بتتني منديل ويرجع تاني لطبيعته. شايفين الجمال والحلاوه؟ تحفه جدا جدا. جبت بقى كده قطعت بقول قطعت السكينه، جبت قطعت البيتزا. ممكن تقطعي بالسكينه عاديه خالص، وممكن كمان لو لقيتي وانت بتقطعي بالسكينه لقيتيه بيلزق معاكي، ممكن ايه تاخدي كده شويه من السكر البودره والنشا وبتبتدي ان انت تقطعي البيتزا. وبدات اعمله كده شرايح بالطول زي ما انتم شايفين كده، حابه الشريحه تكون رفيعه حابه تكون تخينه براحتك انت. تمام. عملت كده اول حاجه كده بالطول، وبدات كده امسك لكم واحده. شايفين بقى الجمال؟ شايفين بقى الحلاوه؟ نبتدي برضو نعمل ايه بالعرض، نفس الكلام اللي انا قلته في الطول. حابه برضو العرض تكونها تخينه، حابه تكون رقيقه، حابه تكون رفيعه، براحتك انت، لان انت اللي هتاكلي محدش هياكل غيرك انت بقى ونظرك. حابه بقى اللي انت عايزاه اعمليه في المارشميلو، اللي انت حباه اعمليه برضو، محدش هيقولك لا عليه. تمام. جبت بقى كده قطعه عايزه اوريها لكم بقى. شايفين بقى كده المطه العسل ده؟ شايفين؟ شايفين هش كده تحسي ان انت سفنجه معاكي. الله 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 الله. شايفين الشد قد ايه؟ يعني طول المدنة. عايزه اقول لكم كمان تعرفي ازاي ان هو نجح معاكي؟ لما تيجي تشدي كده وما يتقطعش معاكي بكل سهوله، اعرفي ان انت كده مشيتي على المقادير مظبوط. لكن لو انت جيتي وشدتيه واتقطع منك بسرعه، اعرفي ان انت في حاجه انت غلطتي فيها، او في حاجه وقعت منك ما عرفتيش تعمليها. هنا بقى كده بدات ان انا اقلبه واشيل بقى كده ايه المارشميلو من بعض، اللي هو لازق كده في بعض زي ما انتم شايفين. وجبت بقى المنخل بتاعي وبدات بقى كده احط فيه المارشميلو، وهنبتدي بقى ايه ننخله كده مع بعض عشان ايه زيادات فيه سكر ونشا، ويكون كمان ايه شكله احسن ولطيف. عايزه اقول لكم تحفه جدا 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 جدا، واقولها لكم كمان لاخر مره ان انا دي تالت مره اعمله. بصراحه يعني عايزه اقول لكم انا كل شويه اكل منه، اخش التلاجة اجيب، لو انا بشرب اخش التلاجة واكل. بصراحه النتيجه فوق 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 الممتاز. اعمليه على ضمانتي. شايفين؟ هنا بقى في الوقت ده انا كنت مستعجله جدا جدا، لان خلاص النور يعني قدامه كده 5 دقايق وهيقطع. فبصراحه النور ده موترنا جدا ومخلينا نعمل حاجه بسرعه ولا احنا عارفين بنعمل ايه. شايفين بقى الشده دي ولا المطه دي؟ تحفه. النتيجه فوق الممتاز. اعمليها على ضمانتي وهتعجب اولادك جدا، ومش هتشتري اي حاجه تاني ايه من بره. وكفايه ان الحاجه ولا مكلفه ولا غاليه، لا كل حاجه عندنا، هو الجيلاتين اللي ممكن نشتريه بس. دي كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم وقدرت افيدكم حتى لو بمعلومه بسيطه. حتى لو اول مره تشوفوني، اوعوا تنسوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل كل جديد مني. وان شاء الله ان شاء الله تجربوه وتعملوه وتكتبوا له في الكومنتات وتقولوا لي ايه رايكم، وكمان عجب اطفالكم ولا لا. دمتم في رعايه الله وحفظ الله. اشوفكم بقى في فيديو جديد، وان شاء الله الفيديو ينال رضاكي واكون ضيفه خفيفه على قلبك وتحبيني زي ما انا بحبكم. بحبكم في الله. دمتم في رعايه الله وحفظ الله، وربنا يحسن ما بين ايديكم. سلام. كمان اكتبوا لي في الكومنتات حابين الفيديو الجاي يكون ايه، وان شاء الله الوصفه اللي انتوا حابينها ان شاء الله هعملها لكم. استنوني بقى في فيديو جديد. سلام.